الفطير الشرقي الحادق بالبسطرمة ومشكل الجبن سهل وسريع. المقادير: كوبايتين دقيق، عليهم معلقة صغيرة من الملح، كوباية الا ربع مية دافية، معلقة عسل، معلقة كبيرة زيت. هنزل بالمية الدافية بالتدريج لحد ما العجينة تلم معانا وتبقى هشة وطرية وناعمة بالشكل ده. هقسمها على 4 أجزاء وبعد كده هبدأ أشتغل فيهم واحدة واحدة. هفردها الأول بالنشابة وبعد كده هنستخدم إيدينا وهنعمل الحركات بالطريقة دي لحد ما العجينة تتفرد معانا. هنحط طبقتين من تحت وطبقتين من فوق، ما بين كل طبقة والتانية هنحط معلقة سمنة كبيرة، وبعد كده هنحط الحشو بتاعنا بسطرمه ومشكل جبن وفلفل الوان وفلفل اخضر. هفرد الفطير اللي باقي عندنا طبقتين هنحطهم فوق بعض وما بينهم برضو سمنه، وبعد كده هنلمها من الجوانب بالطريقه دي بالشكل ده. وعلى الوش هدهن معلقه كبيره من السمنه وبيض عليها ملح وفلفل. هحط كمان رشه من الموتزاريلا وبعد كده هديها رشه من الزعتر. وعلى فرن سخن اعلى درجه حراره، الرف الوسطاني هتاخد من ربع ساعه لتلت ساعه، ومن غير شوايه هتطلع معانا باللون والشكل الخطير ده. بجد كان طعمها يجنن، لازم تجربوها. لايكات كتير وهستنى رأيكم.